الهدف الاول هدف رائع كذلك للمنتخب الكاميروني، تسديده قويه في الزاويه بعيده على الحارس بونو، ثم تاتي الكره الثابته اللي كانت حل. هنا اللاعب حكيمي اللاعب كان سجل هدف التعادل يعني بعد يمكن دقيقتين دقيقه من هدف التقدم لفريق الكاميرون. ثم الركنيات دائما بالصغير في التسديد. هنا اللاعب دياز سجل الهدف الثالث، ثم صحيح الهدف الثالث هنا في تقريبا هذه الضربه ركنيه. وهذا شيء جيد انك تكون عندك الحلول ليس فقط هنا بناء من الهجمات لكن حتى الكره الثالثه اصبحت عندها دور كبير في كره القدم الحديثه. هنا الشوط الثاني نفس الاسلوب، دخول اللاعبين ربما الاحتياطيين اعطوا اضافه اكثر. اللاعب سيباري يقدم كره جميله للاعب الصيري اللي كان يحتاج كذلك الى هذا الهدف، استعاده الثقه مره اخرى واستعاده مستواه. والهدف الاروع والهدف الاجمل في هذه المباراه كان عمل كبير للاعب سيباري اللي راوغ بطريقه جميله واللاعبين ثم سدد في زاويه بعيده في زاويه ضيقه كذلك.